السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نشوف خزينة لرمضان ان شاء الله كده من السمك. زي ما انتم شايفين كده انا جبت هنا 6 كيلو. في واحد جنبنا هنا ما شاء الله بيروح اسوان. كان جايب الكيلو على 50 جنيه. فانا جبت 6 كيلو. هبدأ كده نوزعهم مع بعض. تعالوا الاول انا غسلتهم غسلة كويسة. تعالوا نشوف هنحط عليهم ايه عشان نضيع الزفارة. هنشوف هنحط ايه على السمك النهاردة عشان اضيع منه ريحة الزفارة. اول حاجة عندي ملح، وكان بقى فيه دم ولا حاجة. الملح بينزل الدم من الفراخ ومن السمك. عندي هنا بقدونس. طبعا هنقعه في البقدونس والملح ده قد يعني تلت ساعة كده. عندي بقى كمية ليمون، تجيبي بقى نص كيلو على الكمية دي. طبعا انا جايبة بقى سمك كبير وسمك صغير. السمك الكبير ده ممكن اقسمه او اشويه. يعني هوريكم بقى السمك اهي، بسم الله ما شاء الله. انا مسكت نضفتها كده من جوه. دي بقى صغيرة اهي. طبعا انا لما لقيت سعر حلو كده، طبعا 50 جنيه ده رخيص قوي. ده صغير اهو. هو بينباع هنا بالكيلو ب67. فهو طبعا جايب كمية كبيرة حلوة. طبعا ما قعدتش، لان كده ما شاء الله رخيص قوي وحلو صراحة. هو بحري كمان من اسوان. حط بقى كده الليمون، وحط القشر كمان. طبعا الواحد لما بيلاقي فرصة زي ديت بيجيب منها كمية وبيعينها. الواحد بس مستني الفراخ تنزل شوية. ان شاء الله قبل رمضان كده برضو يجيب كمية كده ويخزن. ممكن كمان السمك ده تقطعيه، يعني تقسميه على 2. مش لازم تعمليها كلها في الغلاء اللي احنا فيه ده. هسيبه بقى كده تلت ساعة في المية بالليمون بالملح بالبقدونس. ونرجع بقى نبقى نكيسه مع بعض ان شاء الله. بقى مع بعض كده نكيس السمك بتاعنا، نشوف ايه اللي هنشويه وايه اللي هنقطعه وايه اللي هنقليه. اول حاجة الكبير قوي ده هحطه كده في اكياس الكبيرة دي بسم الله ما شاء الله كده هحطها في كيس لوحدها. الثلاثة الكبار دولت هسيبهم عشان اشويهم ان شاء الله كده في رمضان. ابعتهم للراجل يشوي. يبقى كده الشوي. دي بقى اقطعها كده 2.
الكبير ده كله اقطعه 2 كده. تعالوا بقى شوفوا، انا قطعت بقى كده جزء صينية، قطعت الواحدة على 3. ده هعمله بقى صينية كده ان شاء الله. كده 5. طبعا انت بتعدي على تبع افراد الاسره. هنا هعمل كيس كمان، ممكن يتقلي ولكن ده بيتعمل صينيه هيبقى جميل قوي برضه. 3 كده. لو عايزه تزودي كمان واحده ممكن، يعني برضه تزودي واحده زياده عشان لو حد حب يزود. طبعا السمكه كبيره فانا قسمتها على 2، ده عشان القلي ان شاء الله. كيس كمان اهو، ممكن ده قلي او صينيه عادي. 5 بقى. ده بقى انا سيبته كده سليم عشان اعمله سنجاري. السمكه بقى افتحها كده واعمل الخلطه بتاعتها واعملها سنجاري. ممكن بقى تكتبي على الاكياس نوع الحاجه اللي انت هتعمليها. انا كده بقى كيست السمك بتاعي، عمل لي كده 7 اكلات. طبعا السمك الكبير ده خد مني لوحده 3 كيلو، فانا كمان لو قطعتهم وما شويتهمش ممكن يعملوا لي كمان كيسين، يبقى كده 9 اكلات من 6 كيلو سمك. اللهم بلغنا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. يا ريت بقى الشير واللايك كده والاشتراك في القناة، وبألف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.